من يومين كده واحنا بنسمع عن مظاهرات موجودة في القطاع، والمظاهرات ديت للشعب الفلسطيني. المظاهرات دي مش طالعة ضد الكيان وضد الضفاير، لا، المظاهرات دي طالعة ضد فلسطينيين. هم مين؟ حركة سماح. بيقولوا سماح بره بره، هم مش عايزين سماح. لما مصر كانت متقدمة بمبادرة أو بخطة لإعمار غزة، كان في بعض الدول العربية، دولتين كبار، اعترضوا. الإمارات اعترضت على وجود حركة سماح، لأن بسبب حركة سماح الخراب والدمار موجود في فلسطين. فالفلوس اللي هم بيدفعوها بتاني يوم تبص تلاقي صاروخين في شنك من سماح، يتهد كل حاجة ونرجع تاني. يعني مصر لسه دافعة من سنتين نص مليار لإعمار غزة، راحت كله اندك. السعوديه طبعا بتقول لك لا، انا ما اشيلش الموضوع ده لوحدي، او الدول الخليج تشيلها لوحدها، لازم العالم كله، المجتمع الدولي يحط فيه. طبعا الناس الفلسطينيين زهقوا وملوا وتعبوا وعايزين يعيشوا في سلام وعايزين يبعتوا، يعني اخوانهم اللي هم عرب 48 اللي عايشين تحت الاحتلال، تحت رايه الاحتلال في دوله الكيان، ما بيشوفوش اللي دول بيشوفوه بسبب وجود حماس. يعني حركه حسام دي خربت الدنيا. حركة حسام انقلبت سنة 2007. نقول هي كسبت ايه؟ يعني ماذا كسب الفلسطينيون من حركة سماح؟ قبل منها كان في مش مظاهرات، كان في أعمال كانت بتتم، وعلشان كده العدو عمل جدار عازل بينه وبين القطاع. أبو مازن أنا سمعته وهو بيقول الكلام دوت من زمان، إن حركة حسام عايزة تاخد إقليم غزة وتتقلص القضية الفلسطينية في القطاع. النهارده كل الناس بتتكلم بتقول قطاع، محدش بيقول القضية الفلسطينية غير الدول. مصر، الإمارات، السعودية، أي دولة بتتكلم على حل الدولتين. إنما حركة حسام بتتكلم على إيه؟ بتتكلم على الأسرى بتوعهم. هي معروفة إنها ذراع من أذرع إيران. اللي يقول لي مقاومة، حركة مقاومة، أيوه، حركة مقاومة تبع إيران، ملهاش علاقة خالص بالقضية الفلسطينية، ولا بتتكلم ولا بتجيب سيرة الأقصى ولا بتجيب سيرة الأراضي الفلسطينية ولا الدولة الفلسطينية ولا الكلام ده خالص، ما يعنيهاش بالمرة. الناس دي أصلها أنتوا عارفين الإخوان مش بيتمسكوا بأرض. سيد قطب في كتابه قال: وما الأوطان إلا حفر التراب عافنة، فنتمسك بيها ما نتمسكش بيها. والراجل المرشد بتاعهم في مصر هنا قال لك طز في مصر. فالناس دي مش بتتمسك بارض ومالهاش علاقه بالارض، ليهم علاقه بايه؟ بنفسهم. قالوا ان احنا عايزين نطلع اسرى. طيب تطلع اسرى ويتمسك اكتر من قد الاسرى بتوعك اللي كانوا هناك في السجون بتاعت الكيان 10 مرات 20 مره. عدد الناس اللي انتهت قدهم 30 40 مره. انت في ايه؟ فالناس طبعا زهقت وملت وتعبت من الكلام ده. حركة سماح ما بيهمهاش خالص خالص المواطنين، ولا بيحطوهم في الاعتبار سواء كانوا عايشين ولا مش عايشين ولا. فالوضع ليه؟ لأن الناس دي في عقيدتها كده احنا الجماعة المنصورة. الإخوان بس هي الجماعة المنصورة. حتى ال 16 فصيل اللي معاهم، اللي هم موجودين معاهم، كل جماعة فيهم الجماعة المنصورة، وهي اللي داخلة الجنة. والجنة عبارة عن شقة أوضتين وصالة، هنخش ونقفل الباب ورانا وخلصت على كده، محدش هيخش تاني من المسلمين إطلاقا. فعلشان كده المدنيين يموتوا ما يموتوش، هم ديت مش مشكلتهم ومش عندهم خالص. فيقول لك أنا انتصرت انتصرت. طب أي عقل واحد كده بيفكر يقول لك عدد الشهداء ومن النساء ومن الأطفال وعدد البيوت اللي اتهدمت وعدد ما بيدفعش من جيبه. ما هو مش دولة علشان خاطر يدفع ليه ميزانية ويرجع يعمل إعمار، لا، ده اللي بيعمل له إعمار دول تانية، ويرجع يقول الدول في إيه. أنا عارف إن أنا هتهاجم من الإخوان طبعا في الفيديو دوت، ومش هيعجبهم ومش هيعجبهم كلامي، لكن هو ده الواقع. الواقع إن حركة حسام من ساعة ما جت قلصت القضية الفلسطينية إلى قضية القطاع، وبقت اسمها قطاع، ما بقتش اسمها قضية فلسطينية خالص. هم بيدوروا دلوقتي على القطاع، خربوا، ما بقاش فيه لا قضيه فلسطينيه. يقول لك احنا صحينا. تسال اي واحد من الناس ديت على في البث ولا حاجه زي كده، ماذا كسبت الامه او ماذا كسبت فلسطين من حركه سماح، يقول لك ايقظ العالم بالقضيه الفلسطينيه. فين اذا كانوا هم اصلا هيهجروهم من القطاع ومحدش قادر يعمل حاجه؟ يعني ابو حنان عايز يهجرهم هيهجرهم. النهارده يعني انباء من داخل الكيان بيقولوا ان في 100 واحد راحوا اشتغلوا في اعمال البناء في اندونيسيا. تقول له ايه بقى ده؟ دول بيخرجوا والله يكون في عونهم من اللي هم بيشوفوه.
يعني لو خرجوا ق س ر الف كده، واخد بالك، غصب عنه بيفادي نفسه، هيعمل ايه؟ بيفادي نفسه. والتاني بتاع حركه حسام يقول لك لا احنا مش هنسلم الاسرى. ما تسلم يا عم وتغور في داهيه. ما انت الاتفاقيه اللي اتعملت على ان المرحله الثانيه لخطه الاعمار، او المرحله الثانيه من مرحله وقف الدائم لاطلاق كذا، واخد بالك، ان انت مش هتبقى موجود، وانت مضيت واتفقت على كده. جاي بتعصب دلوقتي ليه؟ عايز ايه الناس دي؟ بص، تموت العالم كله، المهم ان احنا نمسك حكم. هم الاخوان كده يموتوا في الحكم، عايزين نحكم، عايزين استاذيه العالم. فدول جم بالخراب على القضيه الفلسطينيه. فادعوا لاخوانكم الفلسطينيين وانتوا ساكتين ان ربنا سبحانه وتعالى يثبتهم وينصرهم ويخلصهم من الكابوس اللي هو فيه كابوس، وهم بين فكاي راحه بين الاثنين، بين سواء الاحتلال المجرم او اللي ما يقلش عنه اجرام، ان يبقى في مقاومه بتشتغل لصالح دوله تانية. دوله ايران ما بتشتغلش للقضيه الفلسطينيه، ومش مهم عندها الناس اللي تنتهي دي. فانت لو وصلت لغايه هنا ما تنسانيش يا اخويا بلايك وكومنت وشير، واذا كنت على قناه اليوتيوب اعمل سبسكرايب، وما تنسانيش. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.